شلاما عم كله خن خزيانا ميقرأ كل دوكت إيتون صورا كل يومنا خن هاوي بطوتا وبسيموثا مدري بواية ون عمو خن وآها خلقثا خثا من خرزة سواذا أتقنيا حديث القلم جو خلقياثا عويرة في الحلقات السابقة قربة خمشسر خلقياثا زودة بصورة مقروة بغجدها خرزة خكمكثاوي جو جيغلة مشخل في كتب في مجالات مختلفة منا إيوا تاريخاية منا إيوا صبراية منا إيوا جواناية وكثاوي خينة صيرة بملوءة عمان جو خلقت إديو إن هي اتلاني خكثاوة بهاوي صرنا محور داها خلقتها إنم جوربلند أودخ خذا أتشايوثا أمرخ تنوع جوبيلن جدا خلقتها ملوءة دي انتهاوي أمرخ يلبانايا إلى حد ما علمي ودي لنا إذ بخملو أرابا أنقايا في موضوع مهم إديو إلى شبكات الإنترنت والبرمجيات وقاوة بأورخ قملو أتشينا سيبرانايا الأمن السيبراني ورادخ هونانوثا صنع ثانيثا الذكاء الاصطناعي قبت هدخا أرخى آها خلقثا الضيف العزيز إلى مخارة مهندس بهذا الاختصاص إلى بخيرة ولاية خبير دولي وأب إلى دبرانا بثدراشا مدير معهد عنكاوة اتمالبتا الكمبيوتر ولشانه عمن إلى مخارة ميقرأ المهندس الموقر العزيز أستاذ غسان عمانوئيل. أهلا وسهلا بحضرتك ضيف عزيز في برنامج حديث القلم. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. أنا نوهت للمشاهد الكريم أنه في أكثر من 15 حلقة من هذا البرنامج سابقة سلطنا الضوء على كتب في مجالات مختلفة منها تاريخية وجغرافية أيضا وأدبية دواوين شعرية مجالات عامة تتعلق بشعبنا الكلداني السريان الآشوري كمكون مسيحي وأيضا بالعموميات. وحبيت أنه في هذه الحلقة انتهاجا لنوع من التنوع أن نختار كتاب أو مطبوع علمي إلى حد ما لكنه يتعلق بموضوع هام ضروري لنا احنا ان نواكبه ونواكب تطورات عصرنا لا سيما في المجالات العلميه. هذا كان تنويه للمشاهدين الكرام. وعندي تنويه اخر خزيان يقرا انه جنابك تعرف اصل هذا البرنامج باللغه السريانيه، لكن جنابك حبذت انه يكون الحديث باللغه العربيه لانه موضوع علمي وفي العديد من المصطلحات العربيه والانجليزيه. قبل تدخل خزيان يقرا ابن او خرزه الى بلشانا يما يخليا لشانا سورث أو شختلت مطرخ لهم خامخ له وبرسخ له إنميرن بداناثا عويرة إلى مندي أنقايا من المهم منطخ له تخمنتا منطخ ملوء بيخ منطخ له قبو تدخل خليشانا بياشي مصعد منطيثة وسيلة إيصال وتواصل. خزيانا يقرأ كثاوى مطبوعة آها خلقثا من خرزة سوادة قنيا آهل كثاوى إلى يلبنايا بوت شبكات نت يعني شمي دي إلى سيسكو نتوركينج اسينشالز صحيح لفظ اساسيات شركه سيسكو العالميه اساسيات شبكات شركه سيسكو العالميه الى اغبغزات من قشمه رابه من الحجم الكبير مبالغ قربه 50 بثواثه حوالي 50 صفحه خويشاثه دي الى ديلانايه تخصصيه بداها ملوءة مريقم يقرثوخن أمرخلا شبكات الانترنت وما تتشعب إليه. في العادة ضيفنا العزيز أنا أستعرض الكتاب ثم أطلب من الضيف أن يقدم نبذة عن نفسه للمشاهد الكريم، لكن في هذه الحلقة قبل أن أطلب من جنابك تقدم نبذة عن مسيرتك العلمية بس أريد أسأل أنه هذا المطبوع هذا الكتاب يعني هو في إطار عام يصلح للتداول عند الجميع، مثلا إذا كنت حضرتك فكرت أن تطبع عدد كبير من النسخ منه ويوضع في المكتبات ومؤسسات المجتمع المدني الثقافية والعامة كان ممكن أن الناس تتلقى له، هو تخصصي يستخدم تحديدا في مثلا الدورات والمحاضرات العلمية فكرة عامة هو قبل ما ندخل التفاصيل بدون تفاصيل. نعم فضل. هو الكتاب بشكل عام تخصصي بس بطريقة أساسية لجميع مختصي الحاسوب والاي تي والشبكات والبرمجيات واي تخصص له علاقة بالكمبيوتر، فهو تخصصي بس باتجاه عام لاتجاهات الحاسوب. فاي شخص له المام له
اهتمامات في مجال الكمبيوتر والإنترنت والأمن السيبراني حيلاقي أنه هذا الكتاب مفيد إلى أنه هو يبدأ من الصفر. بس في مجالات عامة، يعني الأشخاص اللي عندهم مجالات عامة مثلا اللي مو اختصاصهم أبد الحاسوب ولا قائم عليه حيواجهون صعوبة شوية في قراءة الكتاب. تمام. إذن خلينا نقول معادلتنا بهذه الحلقة وهذا الموضوع اللي راح يكون محورها تقوم على أساس أنه في نوع من التخصصية هذا الموضوع هذا الكتاب، لكن أيضا في إطار من العمومية. احنا راح نحاول مع جنابك وراح نطلب من حضرتك تركز شوية على العموميات حتى توصل الفكرة لعموم مشاهدينا الكرام بمختلف مستوياتهم الفكرية والعمرية. نعم. إذا ندخل إلى مضامين هذه الحلقة. تقدم حضرتك فلنبذة عن سيرتك الذاتية والعلمية للمشاهدين الكرام. أنا أستاذ جامعي في جامعة جيهان، أنا أيضا مدير معهد عنكاوة، وأيضا خبير تدريب دولي معتمد من مركز الكندي العالمي في كندا. أنا أيضا متكلم تيدكس نشتيمان في مجال الأمن السيبراني، وأيضا أنا أيضا حاصل على الشهادة البريطانية في الآيزو للإدارة الدولية، وايضا اني عندي 5 شهادات دوليه في التدريب الدولي والمحلي. ما شاء الله. والله شكرا جزيلا. وايضا اني معتمد كمدرب دولي من شركه سيسكو العالميه، وايضا عندي اكثر من 40 بحث منشور في مجال الشبكات والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي. تمام. الله يزيد ويبارك. شكرا جزيلا. اكرر قبل ما ندخل في مضامين المطبوعه والكتاب، نعم. خلي شوي نتوقف عند بعض النقاط. جنابك قلت انه مدير معهد عنكاوة لتدريب الحاسوب الكمبيوتر واللغات. ابرز نشاطات هذا المعهد، ايش وقت تاسس، عدد المشترك او الطلاب اللي يحضرون يعني المحاضرات او الدورات اللي يقيمها؟ هو معهدنا مختص في تدريب الشبكات والحاسوب واللغات. احنا نعتمد بشكل رئيسي واساسي على الخريجين والموظفين، الاشخاص اللي عندهم خبره بسيطه في مجال عملهم. احنا نحاول نقدم لهم اي نوع من انواع الدراسات، اي نوع من انواع الدراسات. نعم. بس لانه حاليا كل الشركات والوظائف تحتاج كمبيوتر، بعد ماكو شركه ما تحتاج كمبيوتر. اي موظف حاليا يكتب ملاحظات، يسوي جداول، خلينا نقول مثلا يعتمد على احصائيات محاسبه، لازم عندك كمبيوتر. فاحنا نوفر دورات في كل المجالات اللي تتعلق بالكمبيوتر، من ضمنها المحاسبه، التصميم الجرافيكي، الشبكات، الاي تي، الامن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وايضا في مجال التصميم الداخلي والخارجي، واكيد الاي تي مينتنس. وفي مجال اللغات ايضا نوفر اللغات الكرديه، العربيه، الانجليزيه، التركيه والفرنسيه. طيب الان اذا شكرا على هذه الفكره عن المعهد. موضوع كونك خبير دولي ايضا، اذا فد مثال شلون صارت هذه المساله تعطينا المشاهد الكريم. نعم. خلال شغلي كاستاذ جامعي وبعد تدريبي لهوايه موظفين، درست دورات يسموها شهادات التي او تي تريننج اوف ترينيز خارج العراق باكثر من 5 شهادات و5 دورات، وهذه الدورات كانت في مجالات ودول مختلفة حتى تأهلنا احنا ندرب المدربين وليس فقط ندرب الموظفين. فصرنا احنا ندرب المدربين والاساتذة، احنا ندربهم. فلانه شهاداتنا كانت كلها دولية، انطونا الجرين لايت، اللون الاخضر، انه احنا نقدر ندرب ايضا في كل مجالات العالم وفي كل انحاء العالم وكل الاختصاصات، لان هم احنا ندرب المدرب شلون ينطي المادة للطالب. فبهالطريقة فحصلنا على اعتمادات دولية من كندا ومن شركة أمريكا، من شركة سيسكو أيضا. تمام، جيد. نعم. إلى جانب ما أنا يعني محضرة من أسئلة ومحاور وضعتها في ذهني واللي راح تكون منطلقة طبعا من مضامين هذا الكتاب، أحب أبين لحضرتك من بداية الحلقة أنه أتمنى يكون عندنا وقفة كافية ومناسبة عند محور معين، وهو الشغل الشاغل اليوم تقريبا في العالم، الذكاء الاصطناعي. نعم. فأرجو أن تحضر نفسك يعني. جاهزين أستاذ. كيف تولدت فكرة تأليف هذا الكتاب بمعنى الحاجة والحيثيات؟ الفكرة الرئيسية لخريجنا الطلاب اللي يتخرجون من الجامعات أنه ما عندهم أي أساسيات في اختصاصهم. كل الكتب العالمية للاختصاص تبدأ من مستوى عالي، يعني يعتبرون أنه الطالب أو الموظف أو الخريج عنده معلومات أنه من يتخرج يعرف شلون يتعامل ويا خلينا نقول وظيفة. فمن خلال تدريبي لأكثر من 12 سنة 13 سنة أنا دا أدرب الموظفين والخريجين، شفت أنه أكو نقص، أكو فراغ بين أساسياتهم اللي هم تخرجوا منها وبين الشغل اللي يستخدموه.
فهذا الشيء خلاني انه احاول اسد هذا الفراغ بواسطه هذا الكتاب، فبديت الف هذا الكتاب، اعتمد به على شنو النقاط اللي هم كلش خلينا نقول مثلا ما عندهم المام بها، ما عندهم معرفه بها، وبين شنو يستخدموه بالعمل، فصار مثل جسر. وهاني خلاني هذا الجسر الف هذا الكتاب بكل نقاطه، الى ان بالنهايه صار كافي انه انا انطي بدوراتي حتى الطالب يفتهم شلون يغطي المعلومات مالته. طيب هو بالنسبه الاكبر تاليف وما بنسبه معينه اعداد مثلا معلومات جاهزه او ارقام، لو كلها تاليف يعتبر؟ هو تقريبا 70 30%، 70% تاليف 30% معلومات اخرى، لانه هو بي ايضا كودات الكتابه. هاي الكودات وهاي النقاط الرئيسيه تعتمد على ريفرنسات عالميه لازم تكون يعني مقتبسه مثل ما نقول. فاكو نعم. اقتباسات ما نقدر نغيرها، لان تعرف حضرتك بالامن السيبراني وبالشبكات اي مصطلح علمي دقيق ما نقدر نغير منه، فلازم يقتبس نصا، بس احنا مشاهدين انه ريفرنس له يعني. وهو باللغتين العربية والإنجليزية كله نعم. كامل، كل مقطع نعم. باللغة الإنجليزية والعربية يقابله ما نعم. ترجمة باللغة العربية. نعم. طيب عندما بدأت حضرتك تنفذ يعني هذه الفكرة، كيف كانت مرحلة التنفيذ؟ وهل كان أكو هناك يعني معوقات أو صعوبات فنية مادية، موضوع الوقت؟ هو بصراحة احنا من شلون صارت الفكرة؟ الفكرة صارت انه هواية طلاب بدنا نوفر لهم ريفرنسات او مواد قارئة حتى يقدروا يغطون الفراغات اللي هم يحتاجوها، فلاحظت انه كل جزء من انطيه اني الطالب يرجع لي يقول لي ما بدي افتهم هاي النقطة، ما بدي افتهم هاي النقطة، فبدينا نترجم هاي النقاط بطريقة ابسط، بطريقة اوضح. فمن قمنا نلم هاي المعلومات صار عندنا المشكله الرئيسيه اللي صارت انه ايش قد نغطي بالكتاب بالضبط، لان مثل ما تعرف حضرتك علم الشبكات وعلم الانترنت والامن السيبراني هو علم كبير جدا ويتطور بمرور الزمن، فكانت هاي واحده من المشاكل اللي واجهناها انه شلون نسوي ابديت للكتاب بصوره مستمره حتى ما نغطي مواد قديمه، زائدا شلون نقدر نستهدف الطلاب بطريقه فكريه، فهذا كله كان واحده من المعوقات الرئيسيه. طيب هل يعني اكو عندنا فد مبدأ عام مثلا في مسألة تعلم اللغات، مثلا العربية، الكردية، الإنجليزية، الفرنسية، أكيد جنابك سامع بأنه كيف تتعلم الفرنسية بدون معلم؟ نعم. أو اللغة الفلانية بدون معلم. هل يمكن أن نستخدم هذا المطبوع، هذا الكتاب في مجاله اللي هو يتعلق به، لأن شخص يتعلم هذا الأمر بدون معلم؟ لو ضروري هذا يتعلق بالتدريسي نفسه، بالمعلم نفسه ويشرح للطلاب. تعليم اللغات يختلف كليا عن أنا كمثال كان اللغات. بس هو يعني نقطة وين بدي أوصلها. نعم. تعليم اللغات يختلف من تعليم الاختصاص، تعليم اللغات هو شيء أساسي يعتمد بصورة رئيسية على التكرار والكلمات اللي تنحفظ بالعقل، وبعدين يبدي يكررها الشخص الى ان يتعلم هاي اللغه ويبدي يطبقها يمارسها حتى تكون يعني مخزونه بعقله. تعليم الاختصاص يحتاج الى ذكاء، يحتاج الى شخص يربط نقطه بنقطه ثانيه، وهذا الشخص من يربط عده نقاط يوصل الى نتيجه انه هو افتهم هذا الموضوع. فاذا الشخص يريد يقرا نفسه بنفسه لازم عنده نوع من الذكاء انه يعرف شلون يربط النقاط وطريقه القراءه يمه، مو اي طريقه عاديه. اما الاشخاص اللي ما عندهم هذا الديزاين شويه صعبه حتكون عليهم انه يقروا نفسهم. اكيد طبعا. نعم. وبالتالي طبيعي انه هذا الكتاب معتمد في معهد عنكاوة اللي جنابك مديره. نعم. احنا ندرس عليه. اذا نشاهد فد لقطات فيديو لبعض اللقطات اللي تتضمن نشاطات جنابك في هذا المعهد. نعم. أنا أخليه لي قدام والبريورتي الأقل أشفته لي ورا. تمام؟ فالموظف نفسه حيكمل التاسك الأول ويتجه نحو التاسك الثاني. هاي طريقة رقم 1. طريقة رقم 2 أقلل ساعات العمل مالته على التاسكين، إذا ما أقدر أخرهم أخليه يشتغل 4 ساعات هنا و4 ساعات هنا. تمام؟ بحيث يمشي لي، بس حيصير احتمال inefficiency بالتاسك، او ازوده باك اب واحد مساعد الي يساعد اذا ما اقدر استغني عنه كليا وما اقدر اشفت التاسكين، انطي له باك اب مساعد الى يبقى وياه الى ان يكملون التاسكين سوا. والطريقه الثالثه من اللي يقول لي اياها برايكم؟ تعويض مكان بعض يعني عايزها الطريقه الاولى بعد، او يعني تغيير مكان تغيير مكان هم الطريقه الاولى ويزح، او الطريقه الثانيه بعد اكو اذا غير مكان شلون اغطيه؟ لا قصدي انا اذا كان بنفس الموقع على نفس المعده او على نفس لا احنا نحكي في حال ما نقدر نغير،
اي نعم. الطريقه الثالثه اجيب له واحد مكانه اصلا، يعني يبقى بديل، يبقى هو يشتغل هنا وانزل واحد ثاني يشتغل هنا في حال ما اقدر. مو بديل، رديف يكون وياه. الرديف او مكان البوزيشن مالته هو تمام، يعني حسب التسويه الاثنين يداومون سوا اثنيناتهم، يعني اثنيناتهم يداومون سوا ويبقى البلاستيك يمشون سوا. هذا هم يعتبر مساعد. طيب ندخل في مضامين هذا المطبوع أو هذا الكتاب، لكن راح أطلب من حضرتك نقطتين. النقطة الأولى أنه الدخول هذا يكون تدريجي شوية شوية حتى نوصل الفكرة إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين مثل ما قلت بمختلف مستوياتهم الفكرية والفئات العمرية. والنقطة الثانية أنه نقدر إحنا يعني نعتبر أنه أكو بي أبواب أو أكو بي فصول، فنبدي بها بالتسلسل مع شرح مبسط لكل فصل بماذا يتعلق، ما هي مضامينه، إذا شرفتنا بهذا الشرح. تمام. احنا الكتاب مالتنا يبدأ بالفصل الأول اللي هو يتكلم عن أساسيات الشبكات وأساسيات الأجهزة اللي تتعامل مع الشبكات، ثم ينتقل إلى الفصل الثاني اللي هو يتعامل مع الجهاز الرئيسي في الشبكات والأمن السيبراني اللي هو الراوتر، ويحكي عن الراوتر وشون يصير عملية تفعيل الراوتر للشركات الدولية والمحلية. وينتقل للشابتر الثالث، الفصل الثالث، يتكلم عن السويتش اللي هو أيضا جهاز أساسي في العمل. نعم. بعدين ينتقل إلى الشابتر الرابع اللي هو يتكلم عن الفاير وول والسكيورتي اللي هو الأمن السيبراني وأجهزة الحماية اللي لها علاقة بطريقة رئيسية في حماية الشركات والخدمات. تمام. واخر شابتر يتكلم عن الاوتوميشن اند البروجرامابيلتي اللي هو شلون احنا نبرمج ونفعل كل شيء عن طريق الانترنت. طيب 4 فصول. نعم. تفضلت حضرتك وشرحتها. ممكن تقدم المشاهدين الكرام في كل فصل فد نموذج أو فد مثال من تطبيقات حياتنا اليومية؟ نعم. احنا كلتنا عندنا اجهزه انترنت بالبيت، راوتر احنا نسميه راوتر. أكيد. وهذا الراوتر يكون مرتبط بمزود خدمه اللي هو اسمه الاي اس بي، انترنت سيرفيس بروفايدر. فمزود الخدمه ينطي الانترنت للبيوت عن طريق كيبل، وبالبيت يبدي الراوتر يوزع الانترنت للمستخدمين. تمام. هذا الراوتر هو غير محمي، ما به حمايه من اي واحد يقدر عالميا ومحليا يهكر هذا الجهاز، ويقدر ايضا يوصل الى الاشخاص. فتلاحظ انت هواي اشخاص هم بالبيت لابتوباتهم يصير بها فيروسات، موبايلاتهم تنظر بفيروس تمام. وغيرها من النقاط الاخرى. صحيح. فاحنا نعلمهم شلون هذا الراوتر مثل ما نقول يحموه بطريقه صحيحه حتى ما حد يقدر يهكره. زائدا المزود الخدمه نفسه اللي توزع شبكات الانترنت الى البيوت يحتاج الى جهاز اسمه سويتش، وهذا الجهاز ايضا احنا نعلمهم شلون يبرمجوه حتى يستخدم اليوزريه مالتهم. طبعا اكيد مثل ما قلنا الامن السيبراني شلون يحمي نفسه بداخل هذا الجهاز واستخدامه، وايضا شلون يقدر يتحكم بالانترنت عن طريق الموبايل وهو خارج البيت، ويعرف منو تنك عليه، منو يستخدمه، منو يحمل الانترنت مالته، منو يسوي لود على الشبكه. فكل هذا هو بالتفصيل كمثال واحد متسلسل لكل مضامين هذا لكل الكتاب مضامين تقصد هذا جنابك الكتاب. بشكل عام. بشكل طيب يعني أنا شخصيا خلال تحضيري لهذه الحلقة يعني بالإعداد ضروري نطلع على بعض المعلومات، وأيضا من تصفحي لهذا الكتاب اطلعت على بعض المصطلحات أكيد أنا بحاجة أن أسأل عن معانيها وعن مضامينها، وبالتالي للمشاهدين الكرام على سبيل المثال قرأت أنه الأكتيف أتاك الهجوم الفعال والبوزيتيف اتاك الهجوم نعم. السلبي. شنو نعم. شنو هذا الهجوم الفعال والسلبي؟ اكو يعني هجوم ناجح وهجوم فاشل؟ نعم. هو بصراحه هوايه عالم عبالهم الهجوم على الشخص انه يسرقون معلوماته، وهاي المصطلح هو مو صحيح 100%، لان احنا نخاف اي واحد يبوق صورنا، احنا نخاف اي واحد يبوق معلومات الموبايل مالتنا. تمام. بس بالحقيقه سرقه المعلومات هي فشي كلش بسيط وما حد ما يسويه حاليا. شنو اللي اكبر منه؟ اللي اكبر والاخطر والاخطر نعم اكيد 100%. الاكبر والاخطر هم نوعين، هم البوزيتيف والنيجاتيف او الاكتيف والنيجاتيف اتاك، اللي هي انه انا بدل ما اجي اسرق صورك اجي اعدل عليها. وهذا يصير حاليا بالذكاء الاصطناعي، انه انا اخذ صوره حضرتك وانزلها بوست مع تغيير بعض النقاط بها، واخليك مثلا خلينا نقول مثلا تشتغل بغير شركه، مثلا انت تحكي كلام مو انت قلته، فاحنا انا ما سرقت صورتك، انا عدلت عليها ونزلتها. فهذا واحده من اخطر انواع السرقه او تعديل البيانات. انت عندك مثلا خلينا نقول اكونت بالبنك، انا اجي اغير الاكونت مالتك الى اكونت ثاني واسرق المبالغ الماليه اللي بداخله، فانا اللي سويته بس عدلت معلوماتك بالبنك،
وانا ما سرقتها، هي اوتوماتيكيا تعدلت ورا ما اني سويتها، فهذا اسمه الاكتف، وهذا كلش خطر لانه يتضمن تعديل بيانات بدون الشخص ما يعرف. يعني انت معلوماتك تبقى يمك بس هي متعدله وانت ما تعرف الحقيقه منين كانت من اللي صارت. بينما النيجاتيف هو انه انا اعرف كل شيء عنك بدون ما اسرق منك شيء، وهذا استخدمه بعدين للقضاء على الشركه اللي انت تشتغل بها، للاستخدامات اليوميه، خلينا نقول تشويه السمعه مثلا، فهذا كله هو اسوء من انه انا اسرق، لانه السرقه بالنهايه الشخص حيعرف انه انسرقت معلوماته وحيسوي اجراءات كاونتر ميجرز، بينما التعديل ومعرفه المعلومات بدون ما انت تعرف هاي اخطر بهوايه. طيب طالما هناك هجوم سواء كان اكتف او بوزيتيف، نعم لابد ان يكون هناك دفاع. نعم. بعض معالم هذا الدفاع شلون تكون يعني؟ هواية انواع من الدفاعات موجوده، لازم الشخص يحمي موبايله ويحمي معلوماته من التعديل ومن الدخوليه الخصوصيه مالته. ثانيا لازم عنده دائما باك اب، يعني يسوي خلينا نقول مثلا نسخه احتياطيه، لانه اذا تعدت المعلومات يقدر يرجع للنسخه الاحتياطيه حتى يتاكد من المعلومات مالته متعدله لو لا. يقدر الشخص ايضا انه يوثق معلوماته بطريقه امنيه ورسميه، حتى مثلا ما حد يقدر يسلط عليه ويستخدمها في طريقه سلبيه. يقدر ايضا الشخص انه ما يشارك معلوماته الخصوصيه على الانترنت حتى ما حد ما يقدر يستغلها كثغره ويبدي يسوي له تجسس ويتعاقبه. يعني هذا الكلام يتعلق فقط بالحاسوب، سواء كان حاسوب عادي او لابتوب او موبايل او موبايل. انا هذه اللي اريد اوصلها. نعم. الموبايل ايضا نفس الشيء. وبالتالي اي من التطبيقات المتداوله والمعروفه حاليا اكثر عرضه للاختراق؟ مثلا عندنا الفيس، عندنا الانستغرام، السناب شات، التيك توك، التليجرام. قبل فتره انا شخصيا تعرض هاتفي النقال الى اختراق في تطبيق التليجرام بصعوبه، حاولت استعيد. اي من هذه التطبيقات الاكثر عرضه؟ كل التطبيقات اللي تعتمد على ايميل ورقم موبايل هي قابله للاختراق بنفس المستوى؟ نفس المستوى، لانه رقم احنا عبالنا انه من نسوي رقم الموبايل مالتنا بعد ما حد يقدر يخترقها، بس بالحقيقه شركات السيم كارد تنطيك مده 6 اشهر وراها، اذا انت السيم كارد مالتك ما شحنته ينباع الشخص ثاني. تمام؟ فمن ينباع الشخص الثاني، الشخص الثاني حيحصل نفس الرقم، فيقدر هو يخترق الحساب القديم مالتك ويبدي يبتزك. فكلها تكون نفس الخطوره. واضحه. ضمن سياق محاولتي للاطلاع على بعض المعلومات تحضيرا لهذه الحلقه، الى جانب هذا المصطلح اللي ذكرته قبل قليل لحضرتك وجنابك وضحت عنه، احنا نعرف بحياتنا العلميه العامه في الدراسات الجامعيه والاختصاصات اكو الهندسه المعماريه، اكو الهندسه المدنيه، الهندسه الميكانيكيه، الهندسه الالكترونيه الى اخره. انا هسه دا اقرا الهندسه الاجتماعيه. نعم. ما هي الهندسه الاجتماعيه؟ الهندسة الاجتماعية هي طريقة انه اني اراقب الشخص وادرسه هندسيا حتى اقدر اخترق معلوماته. ناخذ اكزامبل هنا بسيط، انا شفت شخص قاعد بالكافيه، ابدي اراقبه من بعيد، اشوف شلون يفتح الموبايل مالته او التليفون، وابدي اراقب انه يكتب الباسورد مال التليفون مالته الى ان اني احفظه. بعدين وراها احاول اسرق موبايله، وهاي بالنهايه حيكون عندي باسورد لاني راقبته. نفس العمليه يستخدموها للاشخاص اللي هو بالشركات، مثلا انا خلينا نقول مثلا ابو ديليفري يوميا انا اودي اكل لهاي الشركه، فابدي اراقب شخص محدد من بعيد، انا دا اودي الاكل، اشوفه شلون قاعد خلينا نقول تجيب معلومات الحاسوب مالته، ومع هالطريقه انا اقدر بعدين بطريقه ثانيه بنفس معلوماته اهكر السيستم مالته، او اراقب اليوزر نيم والباسورد اللي هو يدخلهم. فالهندسه الاجتماعيه هي طريقه لخداع الاشخاص عن طريق مراقبتهم هندسيا، فابدي اني اتعقب حركاته وادرس حركاته واهندس اساليبه بالعمل حتى اعرف الثغرات اللي انا احتاجها حتى اسوي اتاك او هجوم عليه. تمام. بعد استراحه قصيره حضره المهندس غسان ضيفنا العزيز، مثل ما اني هسه ذكرت لحضرتك كم مصطلح وطلبت توضيح، راح اطلب من جنابك أنت تذكر لي فد سؤال أو مصطلح يحتاج إلى شرح وتوضيح للسادة المشاهدين، ربما ما يكون خطر على بالي، وبعدها أيضا بالقسم الثاني نحاول نتحدث عن بعض مضامين هذا الكتاب حتى ننطي حقه، ونتوقف أيضا مثل ما طلبت من حضرتك عن موضوع الذكاء الاصطناعي. بس ناخذ فاصل بسيط. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل واستراحة قصيرة ثم نعود لإكمال هذه الحلقة، كونوا معنا.
مدري بديارخ عموخن خزيانا ميقرا التممت سهمت ريانا من خلق ثاءت اديوم من خرزة سوادة قنية كتم قبية خملوء مشوخلبا موضوع مختلف إلى حد ما من أجل التنوع من كفاوة مقروخ لا قداها خرزة. هذه عودة لإكمال الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج حديث القلم. اختارينا من باب التنوع كتاب أو مطبوع في مجال علمي مهم ومعاصر ينبغي علينا جميعا أن نواكبه في هذا الزمن. سيسكو نتوركينج اسينشالز، قلت أساسيات شبكات شركة سيسكو. معنا المختص بهذا المجال الضيف الكريم المهندس غسان عمانوئيل، اختصاص شبكات النت والبرمجيات وتشعباتها وتفرعات هذه التسميات. طيب ضيفنا العزيز، لا يخفى على جنابكم وعلى السادة المشاهدين أنا من الناس مو اختصاصي هذا، يعني اختصاصي مجالات أخرى أدبية ثقافية لغوية، وبالتالي حاولت خلال الإعداد لهذه الحلقة أنا أحضر أو هيئ بعض الأسئلة بقدر ما كان متاح لي من مصادر إلى جانب هذه الأسئلة، ورغبة في أنه إكمال الصورة عن هذا الموضوع عن هذا الكتاب. راح أعتمد على سياق ربما يكون غير مألوف في البرامج الحوارية، أنه أطلب من الضيف الكريم حضرتك اطرح سؤال تجد أنه مهم وقدم الإجابة عليه، وبما يوصل فكرة طيبة للمشاهدين الكرام. ممكن يعني أكيد نعم. بس بدون ما تجي يعني تقعد مكالمة لا وتصير طبعاً مقدم. أكيد. اطرح السؤال ونسمع إجابته أيضا من حضرتك. هو أكثر سؤال أنا ينسألني دائما، ينسألني من هواية عالم اختصاص أو مختصاص، يقولوا لي شنو الفرق بين الأمن السيبراني والشبكات والحاسوب؟ تمام. هذا السؤال مهم فعلا. هذا السؤال هواية يسألوني، وخاصة الأشخاص اللي يريدون يطبون أقسام هندسية ويريدون يقرون ويشتغلون بشركات. فالفرق بيناتهم بس حتى الكل يعرف الموضوع، أنه الحاسوب هو كل شيء يتعلق بالكمبيوتر نفسه من هاردوير وسوفت وير واستخداما وابلكيشن مالت البرامج، بينما الشبكات هي عبارة عن ربط هذا الحاسوب بالإنترنت اللي هي عن طريق الراوتر، السويتش، الأجهزة الشبكات، الكيبلات، الواي فاي، كل هذا هو يعتبر الشبكات. الأمن السيبراني هو حماية كل هذا الطريق وصولا للحاسوب، فحتى ما حد يقدر يخترق هذه النقاط كلها. فإذا نقدر نزيد له ويا هذا السؤال، نقول السؤال الثاني وشنو علاقتهم بالذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو توليد وأساليب جديدة للمعلومات داخل الحاسوب والإنترنت، حتى المستخدم والشركات الوياه تستخدمها بطريقة أفضل وأسرع. يعني بدل ما هذا المستخدم يجي يكتب ويسوي ويصمم شغل يحتاج له 10 ساعات يكمله ب10 دقائق عن طريق الذكاء الاصطناعي. فورا ما يكمله يتعامل ويا الابلكيشن اللي اتخذنا. يعني من باب الطرفة أريد أقول أصل التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي النية طيبة. بالضبط. النية سليمة. نعم. راح نجي لها بعدين، خلينا نشوف إلى أي مدى تبقى هذه النية طيبة وسليمة. نعم. إذا أكو سؤال آخر قريب من مضامين هذا الكتاب ونقطة مهمة تحب تطرحها وتوضح الإجابة عليها؟ أكيد طبعا. أكو سؤال آخر هم أنسأله هواية، اللي هو يقول إذا إحنا تعلمنا وقرينا بشكل عام، أوكي، هل نحتاج تخصصات أخرى بعد نقراها؟ طبعا أكيد حتى تكون بالصورة أستاذ العزيز، الكتاب وحده والاختصاص وحده ما يكفي. الإنسان من يشتغل في شركات ويشتغل في أعمال هواية يحتاج يعرف مجالات يعني مرتبطة بهذا المجال. يعني المحاسب مثلا أو المصمم الجرافيكي لازم يعرف نقاط أخرى، مو بس برنامج التصميم مال فوتوشوب كإكزامبل، يعني كمثال. فبالضبط نفس العملية بالشبكات والأمن السيبراني. لازم الشخص من يقرأ هذا الاختصاص لازم أيضا يوسع قاعدة معلوماته، يقرأ اختصاصات مشابهة بالأمن السيبراني، يقرأ الكورسات المتقدمة حتى يصير عنده علم. دائما نقطة واحدة لا تكفي. طبعا أكيد أيضا بالأدب وبالشعر من الشخص يقرأ كتاب واحد فقط ويهمل باقي الكتب ما حيقدر يكبر عقله ويوصل إلى مرحلة عالية من الفهم خلينا نقول المصطلحات ومنهجية الشعر. نفس العملية هنا، نفس الفكرة بالضبط. تمام. طيب أستاذ غسان، هذا الكتاب إذا اطلع عليه شخص عنده الخلفية العلمية الكافية أن يستفاد من عنده، أو اطلع عليه أو درسه على يد تدريسي أو أستاذ مثل جنابك، شنو هي الفائدة العامة اللي راح يجنيها؟ بمعنى بأية مجالات يمكن أن يحقق استفادة فيها من خلال مطالعته لهذا الكتاب؟
كل الشركات حاليا والوزارات عندهم مهندسين اي تي وموظفين اي تي. الشخص من يقرا هذا الكتاب ويروح للشركه يشتغل حيعرف يتعامل شلون يربط الانترنت يمهم، يربط الشبكه مالتهم، يربط قواعد البيانات، يصلح الحاسوب مالتهم، يحمي الشبكه مالتهم. فيحتاج الى ان يكون عنده المام بهاي النقاط الموجوده بالكتاب حتى يقدر يشتغل بهاي الشركات بطريقه افضل. حاليا 80% من الشركات في العراق كله يستخدمون موظفين اي تي، والموظف الاي تي يحاول اذا بدون ما يقرا يحاول يحل المشاكل عن طريق جوجل. يقعد كل يوم كل ما تصير له مشكله يفتح الكمبيوتر يقعد يكتب بالجوجل المشكله شنو حتى يلقي حلول، فهذا يضيع وقته وجهده. وايضا مرات الحلول مال جوجل هي مو حلول صحيحه، لان هو متى ينطي الوصف الصحيح للمشكله، فمرات ينطي له جوجل حلول بديله عن الحل الصحيح وتؤدي الى كوارث. فإذا قرأ الكتاب وإذا افتهم الفكرة وإذا دخل دورة وإذا طور نفسه حيقدر يتعامل بطريقة أفضل وأسرع بهواية. تمام. هل في بال أو في ذهن جنابك فكرة إصدار مطبوعات أخرى أو كتب أخرى بهذا الشأن، أم أنه تشوف أنه هذا الكتاب كافي لمرحلة معينة أو لمستوى معين؟ صراحة إحنا كبلد ما نعتمد على التكنولوجيا 100% في عملنا، نعتمد يمكن 15-20%، ما احتمال 30%. اغلب الشركات ما يستخدمون اجهزه متطوره جدا. اول شيء الجهاز يكون كلش غالي، ثانيا يحتاج الى ناس محترفين حتى يشتغلون عليه. فالمستوى المتقدم جدا كلش قليل بالعراق. فهذا الشيء واحدة من الأسئلة ما حضرتك بالبداية قلت لي شنو المعوقات، واحدة من النقاط هي هاي المعوقات، إنه الشركات ما تعتمد على التكنولوجيا 100% بالعمل. فهذا الشيء خلاني ما أطور الجزء الثاني منه، لأن ما شفت إلى حد الآن شركات تحتاجه. بس ببالي أكتب أسوي كتاب ثاني في الأمن السيبراني باختصاص دقيق جدا وليس الشبكات والأمن، لأن حاليا الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى أنه شخص يحمي نفسه من تسريب البيانات للذكاء الاصطناعي حتى ما يستغلها ضدنا. تمام. طالما الحديث علمي صرف إلى حد كبير وتخصصي، خلينا ناخذ والسادة المشاهدين فد استراحة قصيرة دقيقتين نشاهد فد مقطع آخر من الدورات والمحاضرات والنشاطات اللي تشارك بها جنابك. نعم. على حالته النفسية. الحالة النفسية تلعب دور مهم في إنجاز المشروع. يعني أنا أجيب عمالة يبنون بيت، واحد من العمالة عاركت وياه جاء فلش حياته وطلع. الحالة النفسية مالته سيئة جدا، أنا تحددك يصير المشروع. فيأثر على المشروع مالتي، هاي اكزامبل بسيط. فمرات الحالة النفسية تلعب دور أيضا في إكمال المشروع. من الموظفين يشوفون الديدلاين بعد أسبوع مو مخلصين، شو يسوون؟ يضغطون على نفسهم باعتبار إنه الشركة هي مهمة لهم، فيضغط على نفسه واحتمال يكمل لك إياه بأسبوع. فهاي الحالة النفسية كلش مهمة بشكل عام. تعطيهم راتب شهرين ما يشتغلون. راتب شهرين ما يشتغلون، صح ولا مو صح؟ يسوون إضراب ويقعدون وقف التعليم السليماني. أوكي. تمام. self regulation, self awareness, empathy, relationship management، كل هاي لها علاقه ودور مهم في فهم حاله الموظف النفسيه. فمرات يقول لك الموظف له حق انه يراجع مره بالشهر طبيب نفسي مختص موفرة الوزاره. عرفتوا طبيب نفسي انتم؟ انت شو تشوف؟ والله اذا اشوف اكيد اكيد فانا نعم مو يعني لا الشركات الكبيره عندهم طبيب نفسي اجباري 100% انه الموظف يروح يما تقرير يسوي شهري كل شهرين سنوي. تمام. استاذ غسان، قبل ما ننتقل الى محور الذكاء الاصطناعي، وهذا فد موضوع مهم بالنسبه لي واريد استغل فرصه وجود حضرتك، هل من شيء اخر تضيفه عن هذا المطبوع، هذا الكتاب اللي هو كان محور حلقتنا اليوم؟ طبعا اكيد هذا الكتاب اذا واحده من الاسئله المهمه انه وين متوفر. احنا دائما الكتاب مالتنا متوفر بمعهدنا لطلابنا يجون يشاركون يمنا، يقدرون يحصلون مجانا طبعا اكيد مع دوراتنا. وطبعا اكيد انا انصح هوايه عالم انه يطورون نفسهم في مجال عملهم، لانه اذا ما يطور نفسه كليا حيكون يعني ينترك مع التطور التيسير وحيكون كلش بطيء في عمله، وبالنهايه حيتم الاستغناء عنه. تمام، كلام نعم. سليم. شكرا. اتمنى نكون سلطنا ضوء بما فيه الكفايه على هذا الكتاب. طيب، انتقل الى المحور اللي سبق ان طلبت ان نتوقف عنده، وابدي بسؤال محدد تماما. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ تعريف علمي عام. نعم. قبل ما ندخل بالتفاصيل. نعم. الذكاء الاصطناعي هو خوارزميه
خوارزمية يعني شنو؟ يعني لغة برمجية تطور نفسها بنفسها، تتعلم، يغذوها معلومات، تطور نفسها وتسوي سلسلة من الأجوبة المنطقية والنموذجية بناء على المدخلات المعلومات اللي المبرمجين دخلوها بها، وبناء على هذا تبدي تجاوب الأسئلة تنسأل من الزباين. تمام. هذا كتصريف بسيط جدا حتى الزبون يفتهم. شنو أحتاج بعد من أمثلة أو مقدمات حتى أدخل بالتفاصيل، يعني مضاره فوائده؟ يعني أحتاج أمثلة. على سبيل المثال أريد أقول بشكل عام بأسلوب مو بالضرورة يكون تخصصي علمي، نحن كبشر مخلوقين مؤمنين شاكرين، نجنح دائما إلى الخير، إلى الصلاح، إلى الأمور الطيبة الحسنة، لكن هذا لا يمنع أنه الشر موجود، الفكر السلبي أو الشرير موجود. هذه من جهة. من جهة ثانية هذا تطور في العلم، والتطور مطلوب، والتقدم العلمي مطلوب، لأنه راح يساعد البشرية، راح يسهل أمورها، راح يحل الكثير من المعضلات، ولا بد لكل إنسان أن يواكب هذا التطور العلمي. أنا ما أعرف إذا الذكاء الاصطناعي كان في بداياته، بس ما أعتقد هو في بداياته، لأنه هو ظهر قبل عقود يمكن، لكن نعم. في السنين الأخيرة تطور، وأكيد صاحب تطوره يعني فوائد علمية كبيرة أو جمة، سواء حتى على مستوى الطب أعتقد وعلى مستويات أخرى تكنولوجية. لكن الاستخدام السلبي له، يعني من منطلق أنه عندنا مثل شعبي يقول يعني 100 واحد دا يبني ما يقدر يواجه واحد دا يفلش. أول مرة يعني قدم لي تصور جنابك لهذا المفهوم اللي أنا حكيته، وبعدين ممكن ندخل شوية بالتفاصيل. مثل ما قلت قبل شوية، الذكاء الاصطناعي يعتمد على مدخلات حتى يوصل إلى نتيجة محددة، وهاي النتيجة تساعد العالم على اختيار أو قرارات محددة، لأنه هو عنده معلومات هواية، والشركات اللي متبنيته تدخلها معلومات هائلة بالدقيقة الواحدة، فصار عنده يعني معرفة بكل شيء يختص الوقت الحالي. فهذا الشيء يخليه انه انت من تسأل اسئله ايجابيه ينطيك اجوبه ايجابيه، من تسأل اسئله سلبيه ينطيك اجوبه سلبيه، بناء على شنو؟ على مدخلات انت السؤال تسأله، لان هو عنده معرفه عملاقه. اللي يخافون من العالم هو شنو؟ انه يخافون انه مو العالم تسأله اسئله سلبيه وهو ينطي اجوبه سلبيه، هم يخافون انه هو يفكر بطريقه سلبيه، لانه الذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا يعتمد على المدخلات اللي احنا كبشر دائما نحاول نميزها بطريقه ايجابيه، هو يميزها بطريقه صح وغلط، وهو يعتمد على منهج واحده وعلى فكره واحده حتى يعرف انه هو بالنهايه مثل ما نقول يقرر الجواب الصح من يمه هو. اذا الانسان حاول يستخدمه بطريقه سلبيه ويدخل معلومات بطريقه سلبيه 100% حينطي له الجواب اللي يريده هو، وحيستغله ايضا في اذيه البشر مثل ما قلت حضرتك. واذا هو كوحده حاول يقرر من يشوف انه هوايه نقاط سلبيه يجمعها من المعلومات اللي تدخل له، فهو ايضا حيقرر انه مرات اتجاهه قد يكون سلبي بحت. فحاليا اللي موقف هذا الشيء هو الشركات المصنعه، تنطي له ليميتيشن، يعني تحدده انه ما يحاول ينطلق بطريق سلبي زايد، ودائما يكون اسلوبه ايجابي. تمام. في مجال عملي ايضا استشهد ببعض الامثله اللي هي الكتابه والادب والثقافه واللغه بشكل عام. يعني كنت رئيس تحرير المجله، كنت مدير تحرير الصحيفه، عندما كنت ارغب في كتابه مقال كنت اخذ وقت او فتره معينه في التفكير، ثم بعدين احنا نقول من الزم راس الخيط، ثم بعدين يجي المقال بتراتبيه مطلوبه بحسب فكري البحث. اليوم اريد اكتب مقال بموضوع معين، بس اكتب العنوان في الجي بي جي شات ويطلع. هذا مثال للسؤال اللي اريد اساله، مدى يساهم هذا الذكاء الاصطناعي اللي نحن مع التطور ومع التقدم ومع الاستخدام الايجابي له في القضاء على بعض المفاهيم الانسانيه، بعض المواهب والابداعات في الكتابه، في التاليف، في مختلف المجالات، في الموسيقى، في يمكن حتى كلمات الاغاني. نعم. هذا راح يأثر على الحياة البشرية بشكل عام، يعني التأليف الأدبي، المسرح، الموسيقى، هذه جزئيات مهمة في حياة البشر، راح تصير مصطنعة.
فشلون يعني نواجه هذه الاحتمالات؟ هو استاذ العزيز، اي تطور علمي، اي جهاز علمي، اي موبايل مثلا من تطور الموبايل بالبدايه وفر للعالم خدمه بسهوله استخدامه والانتقال أكيد. بين المستخدمين، فخلى العالم تتطور بطريقه سريعه جدا. الذكاء الاصطناعي ايضا انطى للعالم سهوله في التفكير. هو صح خلى هوايه عالم تعجز عن التفكير وكتل ابداعها، لانه قامت تعتمد بصوره مستمره على الذكاء الاصطناعي، بالضبط. وهذا هو خلل كبير جدا. بس بالنهايه خلى الناس اللي تفكر تطور من تفكيرها. قبل فتره حل معادله رياضيه صار لها 300 سنه ما محلوله، قدروا يحلوها عن طريق الذكاء الاصطناعي. قبل فتره انه شخصوا اشخاص عندهم مرض معين بطريقه سريعه جدا. في مستشفى امريكيه استخدموا الذكاء الاصطناعي حتى يشوف الناس اللي يجون بالامرجنسي روم ويشخصهم، وكانت دقته 74%. فاستخدموه بطريقه ايجابيه وطوروه وخلوهم هم ايضا يتطورون وياه. فهي تعتمد على الشخص اذا يريد مثل ما نقول احنا بالعربي يطلق العنان لعقله، لازم يستخدمه بطريقه ابداعيه. يعني هو مو بس يخليه يكتب بمكانه، يطور الكتابه مالته، يفكر وياه، يتناقش وياه حتى يصعد من المستوى. احنا عندنا مصطلح نعرفه دائما، يقول لك انت تشبه الناس اللي تقعد وياهم. فاذا كان الناس سلبيين انا حكون سلبي، اذا كان الناس ايجابيين انا حكون ايجابي. اكو ناس هوايه قامت تتناقش ويا الذكاء الاصطناعي يوميا، هذا الشيء صعد من اسلوب تفكيرها، صعد من حدود تفكيرها، من جوانب تفكيرها. فاحنا لازم نفكر بهاي الطريقه حتى نتطور وياه، فهذا الشيء حيمنع ابداعنا انه يموت. طيب راح احاول انتقي كلماتي بدقه لايصال الفكره نعم. الاتيه. ما اقول انه اني مرعوب او خائف، راح اخفف الكلمه. انا متوجس او قلق من الاستخدام، ايضا راح اجي تدريجيا، السلبي او السيء او الشرير، بدأت تصاعديا، نعم. او المدمر والمخرب للذكاء الاصطناعي. ما تعليقكم على هذه الفكره؟ هو الفكرة 100% صحيحة. هواية عالم متخوفين حاليا من الذكاء الاصطناعي. أيضا واحد من المهندسين اللي اشتغلوا في مشروع الذكاء الاصطناعي طلع ورا فترة قال أنا متخوف مستقبل الذكاء الاصطناعي حيكون دمار للبشرية، وقالوا هواية هذا الكلام. احنا ما نقدر نوقف عجلة التطور. أكيد. عجلة التطور هي تمشي بمساعدة شركات عالمية وبأرباح خيالية. احنا نقدر نسوي فقط انه نتعلم شلون نتعامل ويا هذا التطور حتى ما مستقبلا ما نوقع ضحية له. مثل الامن السيبراني، احنا ما كنا نعرف شنو يعني هكر قبل 5 سنوات. من قام ينتشر الموضوع قمنا نتعلم شلون نحمي نفسنا. نفس العمليه بالنسبه للذكاء الاصطناعي، لازم اني اتطور وياه واعرف استخدامه واعرف اسلوبه واعرف طريقه تفكيره حتى اني مستقبلا ما اوقع ضحيه له. طيب الذكاء الاصطناعي هو نتاج الذكاء الطبيعي، اي العقل البشري. ما مدى امكانيه ان يجي يوم ويتفوق الاصطناعي على الطبيعي؟ هو صراحة هو حاليا تفوق على الطبيعي. الله يبشرك. الله يخليك. بالخير. مثل ما قلت قبل شوية مثل ما قلت قبل شوية قام يحل معادلات صار 400 300 سنة ما محلولة أصلا من هذا بالاتجاه الايجابي. جميل. نعم. هذا شيء جيد. ايجابي. فهو اتطور حاليا وقاموا يستخدمون عملاء العلماء يطورون اسلوبهم بالعمل، فقاموا يسرعون من سرعه الانترنت، من قوه الامن السيبراني، من الطب، من التشخيص، من الاجهزه. هسه حاليا صارت الاجهزه كلها تنتج في 2025 مدعومه برقاقه الذكاء الاصطناعي، من ضمنها اللابتوبات. هسه اللابتوب احنا كنا قبل اللابتوب نشوفه بشيء اسمه السي بي يو، المعالج المركزي، وهذا الكل يعرفه. ضافوا له رقاقه جديده اسمها الاي اي. تمام. هاي الرقاقه صارت بداخل اللابتوب. شركه ابل منتجه حاليا موبايل بذكاء اصطناعي بداخله. الشركات العالميه الاخرى اي جهاز ينتجوه قاموا يخلون بقطعه ذكاء اصطناعي حتى يفكر بداخل الجهاز. فالعالم قامت تستخدم هاي العمليه تسرع من النتائج الايجابيه وقد تكون سلبيه مستقبلا، بس تطور اكثر من البشر. هل هناك سبل قانونيه او تكنولوجيه للحد من الاستخدام السلبي السيء لقدرات الذكاء الاصطناعي؟
اكو هوايه دول يعني طلعت قوانين جديده في انه الذكاء الاصطناعي واسلوبه واستخدامه والتزوير والديب فيك وغيره وغيره ممنوع على يعني بديش الدوله. بس لحد الان لين احنا شويه بالامن السيبراني كبلد يعني مو كلش متطورين، فما اتصور لحد الان المسوده مدرسه ومخلين بها قوانين. يعني انا اشوف اكو قوانين طلعت جديده هوايه من ضمنها مراقبه البلوجرات والفاشينيستات والمحتوى الهابط وغيره وغيره وغيره، بس ما شفنا لحد الان الاسلوب السيء لاستخدام الذكاء الاصطناعي شنو عقوباته. فلحد الان ما اتصور هيك يعني قوانين طالعه، بس احنا نحتاج هيك قوانين مستقبلا. قوانين تكون على مستوى دول تقصد جنابك الاهم، لو نعم. على مستوى عالمي كان العالمي تتبنى الامم المتحده او تتبنى بعض المنظمات الدوليه؟ هو صراحه مستوى محلي ودولي، يعني اثنيناتهم لازم يكون بقوانين يعني تحمي الناس من خطوره الذكاء الاصطناعي. جميل. اسمح لي حضرتك بمقاربه اخرى. نعم. في بعض الرياضات او الالعاب الرياضيه الجماعيه مثل كره القدم على سبيل المثال او كره السله، هناك مبدا يقول ان الهجوم خير وسيله للدفاع. اذا كان الفريق متقدم ما يرجع يدافع، يهجم، خير وسيله للدفاع. ما يتعلق بالامن السيبراني وفي خضم الصراعات وبعض الحروب بين الدول، هل يمكن أن نوجد مفهوم آخر يقول أنه كلما تطورت دولة ما في الأمن السيبراني يكون الدفاع بالعكس خير وسيلة للهجوم؟ احنا ما نقدر نظل ندافع عن هجمات متكرره، لانه مثل ما قلت حضرتك اذا اني اظل ادافع الهجمات دائما تتطور. هي الفكره الذكاء الاصطناعي شنو؟ والدفاع ما يتطور يعني في ظل تطور الهجمات؟ احنا ما نقدر نطور دفاعنا اذا ما تغيرت اسلوب الهجوم. يعني انا ما اعرف شنو اسلوب الهجوم اللي حيصير علي حتى اني اطور دفاعاتي. وهذا الشيء اللي يستخدمه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي من يهجم اول مره او ثاني مره او ثالث مره انت حتصدى ورا ثلاث مرات، بس انت خسرت اول مرتين. تمام؟ وراها حيدرس اسلوبك الجديد بالدفاع، حيقوم يطور اسلوبه بالهجوم، حيهجم مره ثانيه، فحيحقق نجاح. وراها انت حتطور دفاعاتك بناء على هجومه، بعدين حيرجع هو يطور نفسه، فدائما حتكون عمليه خاسره. الدفاع المستمر ضد الهجمات هو عمليه خاسره. اذا ما هو الافضل هو التطور المستمر للدفاع قبل طبعا. الهجوم. طبعا. وايضا الهجوم على النقاط اللي احنا ممكن ننهجم عليها، يعني من الممكن انه يهجمون بها علينا. اذا مثلا كاكزامبل هنا أنا أعرف أنه أبسط وسيلة للهجوم على الشركة مالتي هو الراوتر، أحاول قدر الإمكان أشتري وأحدث كل الأجهزة مالتي بصورة مستمرة حتى أمنع تطورات الاختراق مالتي. تمام، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا. شكرا عن نفسي الوقفة اللي كنت أتمنى أنه نتوقف بها عند الذكاء الاصطناعي تحققت والحمد لله، شكرا لجنابك. شكرا لك. بدنا نوصل إلى نهاية وقت هذه الحلقة. أعتقد هذا المطبوع أو الكتاب أيضا انطينا له حقه. إذا كان أكو هناك كلمة أخيرة لحضرتك سواء بشأن هذا المطبوع أو بشكل عام نسمعها من جنابك. هو صراحة يعني أنا أحاول قدر الإمكان أوصل الفكرة للطلبة والخريجين أنه لازم يطورون نفسهم، وأوصل الفكرة دائما أنه المواد العلمية والمعلوماتية متوفرة بكل مكان. إحنا نحتاج إلى أشخاص يحاولون يقرون، لأن إحنا حاليا واصلين مرحلة أنه أشخاصنا ملتهين بالإنترنت وبالموبايل وعايفين القراءة كليا، وحتى ورا التخرج بعد ما يشوف شيء اسمه معلومات عن النت، يبدي بس مجرد يمشي يومه بيومه. فأنا نصيحتي أنه القراءة اليومية للاختصاص والاختصاص العام هي مو بس مهمة، هي أساسية لفتح العقل وفتح العمل بنفس الوقت، وحيخلي هذا الشخص يتطور بعمله مستقبلا. تمام. طالما هذا المجال وهذا العلم في تطور مستمر، فتوقع جنابك إذا ما تحققت محطة أخرى قريبة بهذا الشأن ممكن تكون حضرتك ضيف مجددا في هذا البرنامج. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شرفنا بوجودك، وإن شاء الله جزيلا. هذه المعلومات كانت مفيدة للسادة المشاهدين. ممنونين جدا من شكرا حضرتك. لك. شكرا لك. خزيانا ميقرأ صورا إلى مقرولا إذا خلقت برشتا وشخلبتا مختلفة نوعا ما جغلا يلبنايا في مجال علمي إلى أنقايا يخيط اديم يوما وهل خزخ لخن بخلق ياثا اثيانه من خرزه تسوادت قنيا قبل خبن وإقارا بوشن بشينا وشلاما.